بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. مساء الفل عليكم وجمعة مباركة كده عليكم يا رب وعلى الكل. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل المحشي. هنعمله طبعا بطريقة مختلفة شوية عن ما بنعمله. هنعمله صينية في الفرن، وهنشوف وهنعمل الورق العنب بحشوة مختلفة. هنشوف مع بعض دلوقتي الطريقة. طبعا انا معايا شوية من الزيت كده بتاع حوالي يعني 5 معالق من الزيت، وهنضيف عليهم بصل وفلفل مفرومين، وطبعا هندبلهم كويس، وهننزل بطماطم معصورة، وطبعا هنسلق. طبعا هنعمل شوربة عشان المحشي. طبعا حطينا المية وغلت معانا، ضفنا عليها بصل وطماطم وفلفل اسمر وحبهان، وبعدين نزلنا طبعا بالفراخ بتاعتنا. وهنا التسبيكة معانا دخلت في تسوية، فطبعا نزلنا بالتوابل بتاعتنا: كمون، بهارات، فلفل اسمر، بابريكا، وكزبرة ناشفة. وانا هنا بوريكم اهو، بقول لكم انا يعني بظبط الخلطة معايا. طبعا خضرة، ومعانا صلصة، ومعانا رز، وطبعا معانا ورق عنب وفلفل وبتنجان وكوسة. وانا بوريكم بقول لكم ان انا تخزين ورق العنب دون من السنة اللي فاتت. يعني انا لسه ما اشتريتش لحد دلوقتي، ده المخزون بتاعي بتاع السنة اللي فاتت. طبعا التخزين ده حاجة مهمة جدا في البيت زي ما انا قلت لكم قبل كده. بصوا انا بوريكم الحشوة بتاعتنا. طبعا بنتني كده زي ما انتم شايفينه، بنلف زي القرطاس، ويبقى معمول معانا بطريقة السمبوكسة. طبعا انا الطريقة دي يعني انا اتعلمتها من ننتي اللي هي حماتي يعني. كان جوزي يعني كان يقول انا عايزة اكل المحشي حجبة يعني، فانا اقول له يعني ايه حجبة؟ حجاب يعني. فانا قال لي كده مثلث يعني. فانا قعدت شوية قبل ما عرفت اتعلم طبعا اللفة دي، وهي لفة لذيذة جدا يعني. انا حبيت اعلمها لكم معايا. زي ما انتم شايفين كده بنلف الورق العنب من جنب، وبعدين بنلفه قرطاس، وبندخل بقى بقية الاطراف زي ما انتم شايفين كده. بصوا بوريكم اهو، طريقته حلوة جدا يعني، وطعمه جميل بصراحة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا بقى احنا داخلين على ايام مفترجة، طبعا عيد الاضحى المبارك، والايام بقى نصوم العشرة باذن الله. ربنا يتقبل منا صيام العشرة يا رب، ويبقى عيد سعيد على الكل كده ان شاء الله. ويا رب كده العيد يجي علينا واولادنا كده نكون ناجحين ومتفوقين كده ان شاء الله يا رب. زي ما انتوا شايفين بقى، طبعا انا بوريكم اهو الحشوة تاني يعني. لفيت كذا واحدة عشان هي زي لفة السمبوسة كده يعني. طريقتها جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا رصيته في طبق على جنب عشان احنا هنرصصه في صينية. وهنبتدي طبعا نعمل البتنجان والفلفل والكوسة، وهنسيب طبعا شوية كده يعني. مش هنحشي البتنجان للاخر عشان ما ينطرش رز معانا. طبعا متعلمين الطريقة دي من زمان طبعا. زي ما انتم شايفين كده. لا اله الا الله. بس انا عايزه اقول لكم حاجه يعني. انا يعني هو المحشي في الفرن يعني من الامانه هو جميل جدا، بس انا كشكل يعني ما حبيتش الطريقه دي يعني. هو كطعم حلو جدا، لكن كشكل يعني في الحله على البوتاجاز افضل يعني. الطريقه اللي احنا معتادين عليها افضل من طريقه الفرن يعني. بس هو تغيير بقى، ودينا بنجرب مع بعضينا شويه يعني، نشوف كده. كل حاجه طبعا لازم نتعلمها ونجربها. زي ما انتوا شايفين طبعا انا رصيت الفلفل وبعدين البتنجان، نرص بقية الكوسة بقى وورق العنب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده.
طبعا انا هو يعني خلصت الكمية كلها، رصيتها زي ما انتم شايفين، وهبتدي طبعا اسقيه بالشوربة. انا طبعا حبيت اضيف شوية من الطماطم كده على الشوربة علشان خاطر تدي حمار في الفرن وكده يعني. وطبعا واحنا بنسقي يعني هنسيب الربع الاخير من الصينية يكون فاضي طبعا عشان خاطر ايه مفيهوش شوربة يعني. وهندخله طبعا الفرن ونغطيه كويس. وطبعا انا معايا شويه من الملوخيه كده بقى، حبيت اعمل ملوخيه معايا يعني. طبعا غسلناها ونشفناها، وطبعا ايه هنبتدي نخرطها كده. انا بحب اخرطها زي ما قلت لكم، عندي الكبه بس بحب اخرطها يعني بالطريقه دي احلى من الكبه يعني. الكبه بتخلي الملوخيه لونها يعني بيسمر شويه معانا، لما بتقعد شويه الملوخيه بتسمر، فالمخرطه بتخليها خضره وجميله لاخر ايه، لاخر طبق هناكله يعني. تمام. كل حاجة بصراحة بطريقة زمان أحلى من الملوخية بالزيت يعني. طبعا طشينا الطشة الجميلة بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، والأكل خلص معانا. عملنا طبعا الملوخية والمحشي تحفة جدا. بس زي ما قلت لكم انا بحبه في الحل افضل، الطريقة المعتادة بتاعتنا افضل. هو كطعم فظيع في الطعم، لكن كشكل يعني عايز يتاكل في ساعتها ماشي يعني. لو قعد شوية كمان شوية الشكل بتاعه مش بيبقى عاطفي شوية يعني، بيبقى ايه يعني مهروس في بعضه كده، فمبيبقاش حلو يعني. جميل والله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.